شوف الابتسامة دي بالدنيا. الله يخليك انت. لا بتشوفي أهلك ولا ما بيجوش؟ لا ما حدش بيجيني والله. عندك ولاد يا ستي؟ آه. عشتوني، عايز أشوفكم زعلانة مبسوطة. لا انا مبسوطة. قولي لنا. وحشتوني وعايزة اشوفكم بأي طريقة، بأي طريقة، بأي شكل. وحشتوني يا ولادي. يعني لو جنبك هتحضنيها بقى هدى ولا عايزة تعملي إيه؟ طبعا احضنهم لما يجوني بقى واشوفهم بحق حقيقي. ده الواحد خيال. ما اعرفش بقى ساعتها ايه اللي هيجرالي والله. ليه كل خير. عايزة اشوفهم قبل ما ادفع، ولا حتى يجوني من غير اي حاجة. يعني انا مش عايزة منهم اي حاجة خالص غير اطمن بس عليهم. عزة بنت الست الطيبة دي سنتين مفيش محاولة، سنتين. ده في ناس أعرفهم لما البنت أو الابن بيغيب ساعتين بيهجننوا. قلبي على ولدي انفطر، المثل بيقول ولا بيوجع. حصل معاكي كده برضه؟ انا معايا عيل واحد بس هو في المنوفية. 5 سنين جه زارك. جه زارني وخدني معاه. رحت البلد. رحت اسكندرية معاه. قعدت قد ايه بقى؟ قعدت شهر واحد بس هو راح في المنوفية وانا جيت علينا. بيسأل عليكي بالتليفون؟ لا انا بتصل بيه من عند ابو شيماء. كل قد ايه بقى بتكلميه؟ انا ما اتصلتش بيه الا قبل الحاجة ما تمشي. من اسبوعين مثلا؟ لا اكتر. 15 يوم. اشوف ابني واعرف اطمن عليه بس. ونطمن عليك انت. هنا الحكايات كلها ستر، وكلها ستر من عند ربنا. الجمعيات والأماكن اللي زي دي يعني ربنا بيألف قلوب الناس إنها تبقى حنينة أقرب من البنت أو الابن. لازم نسيب ذكرى طيبة تعيش سنين.